النهارده هنحلل اسلوب اللعب بتاع نيك ميتايا، واحد من امتع الناس اللي بتلعب جوجيتسو حاليا واللي تقدر تتعلم منه حاجات كتير جدا بالذات في المصارعه. فمن غير ما اطول عليكم يلا بينا نبدا. ده يبقى نيك ماتايا. نيك ماتايا من امتع الناس اللي بتلعب، مصارع ممتاز جدا ولعيب جوجيتسو كويس جدا جدا، واعتقد ان هو بيربل بيلت، عنده 29 سنه دلوقتي. قدامه واحد برضه من امتع واعلى المستويات اللي موجوده في الشباب الصغير، وهو جاي رود اخو نيكي رود الصغير، وبرضه مصارع ممتاز. واسلوبه اسلوب سلس جدا في اللعب، ما بيخشبش نفسه، مش بيلعب بتنشنة ولا بعضلات متفجرة، لكن مرن جدا والاسلوب بتاعه تكنيكال بزياده. تعالوا نشوف لما هيلعبوا مع بعض هيعملوا ايه. نشوف الحته دي تاني. دلوقتي جاي رود ماسك اوفر هوك، تعالوا نرجع لورا سنه اهو. ده بنسميه اوفر هوك، والاوفر هوك مهمته الاساسيه ان هو يمنع الايد دي او الدراع ده زي بتاع نيك ماتايا ان هو ينزل للرجلين. فبيتميز بان هو انت بتفتح كوعك لبره وتقفل ريستك لفوق، والضغط بتاعك بيكون لفوق بشد عضلة كتفك لناحية رقبتك. فكل ما يحاول ينزل بالدراع ده لتحت ما يكونش قادر ان هو يعمل كده. ومن ميزات كمان الماسكة دي ان هي بتقدر تسحب خصمك عليك. فاللي هيحصل دلوقتي ان جيرو ده هيحاول ان هو ياخد نيك ماتايا هاراي جوشي. صح، هاراي جوشي. هاراي جوشي. هو هنا الوسط قريب من الوسط، جيرود كل اللي هو محتاج يعمله ان هو يسحب نيك ماتاي عليه كويس جدا وياخد وزنه عليه، بحيث ان هو يخلي رجليه خفيفة وتقوم رجله جاية قصة في اللحظة دي. لو تاخد بالك اول ما جيرود عمل كده، نيك ماتايا بطبيعة خبرته وطبيعة جسمه اللي متوقعة جدا ان هو هيعمل كده، زي ما تاخد بالك كده ما بقاش مستقيم، لكن بقى في وضع عامل زي الهاف سكوات. نزل وسطه لتحت وتنى جسمه بالمنظر ده، بحيث ان هو يبقى تقيل قوي من تحت، فرفعه ما يكونش سهل. وهنا هيقدر ان هو يفرمل جي رود، وجي رود مش هيقدر ان هو يسحبه عليه كفايه. لو جي رود كان قدر ان هو يسحب جسم نيك ماتاي لقدام اكتر، كان زمان القلبة تمت بسهوله. وبعدين بص بقى للرد الفعل بتاع نيك ماتاي كمان عشان يضعف الرميه اكتر بتاعت الهراي جوشي. هيمسك رجل جاي رود ويطلعها لفوق لحد وسطه، بحيث انها ما تكونش بتعرقل حركة رجليه، لكن تترفع لوسطه، فيقدر برجليه ان هو يفرمل لقدام اكتر. واستخدم الرجل دي عشان يفرمل نفسه من غير ما الرجل دي ما تكون في السكة. ودي زي ما انت شايف هو مرفوع رافعها ازاي، فالرمية مش هتنجح. وفي اللحظة دي طبعا وزن جاي رود هو اللي اتحمل لقدام، وزي ما انت شايف ايديه الاتنين بقوا في الارض، فظهره مكشوف. نشوف الحتة دي تاني بقى كده. دلوقتي لو نبص هنلاقي ان نيك ماتاي عامل الوضع ده برجله عشان جاي رود ما يقدرش يسحب الرجل دي تحتيه ويقدر ان هو يبتدي يقوم عدل. لازم يضطر ان هو يوجه جنبه ويوجه دماغه دي للناحية التانية عشان يقدر يقوم طالما الرجل دي محشورة. والحاجة التانية ان هو ماسك بودي لوك بدراع واحد. رد الفعل الطبيعي ان جاي رود يعمل ويزر او اوفر هوك عشان يمنع خصمه ان هو يلف وياخد ظهره. لو الدراع ده مش موجود، نيك ماتاي هيقوم لف واخد ظهر جاي رود على طول. يقوم نيك مطايا شايل البودي لوك ده، ويقوم لافف دراعه بشكل دائري عشان يلف تاني ويرجع، بس من غير الوزر. بس دراع جاي رود قاعد مستنيه. فيقدر من هنا جاي رود ان هو يفضل برضه محكم السيطرة عن طريق الاندر هوك اللي هو ماسكه تحت جسمه ده. فتفشل محاولة نيك مطايا في ان هو يمسك اندر هوك او بودي لوك من غير مشكلة. فيحلها ازاي؟ شايف الدراع التاني ده داخل اندر هوك تحت الدراع اللي انا بشاور عليه ده.
والرجل دي لسه منع حركة جي رود ان هو يلف او يفرد رجله دي في الاتجاه ده. وفي اللحظة دي وهو جي رود بيفرد نفسه، نيك متايا يقوم رامي نفسه الناحية دي. خلينا نكمل. في اللحظة دي هيحصل ايه؟ في اللحظة دي نيك متايا هيحاول ان هو يمنع دراع جي رود ان هو يسند في هذا الاتجاه، وكده كده هو منع رجله بالرجل دي ان هو يسند، وهيكملها كمان بان هو يقوم راميه. بص، لامم الرجل اللي هناك بعد اول ما الرجل اتحررت، هيقوم ماسك الرجل ورامي وزنه كله الناحية دي. نشوفها كلها مرة واحدة. هنا هم شغالين، كل الماسكات تقريبا اوفر هوك واندر هوك. جاي رود عايز يعمل اوتشيماتا بس مفيش حاجة. اندر هوك اوفر هوك برضو. هنا كان جاي رود موطي دماغه شوية، فنيك متايا ابتدى ان هو يخش على ناحية الفرونت هيد لوك كده، بس مش متوقع ان هو يقدر يتحكم فيها. اللحظة اللي جاي رود هيرفع دراعاته فيها في الغالب نيك متايا هيقوم عامل حاجة ناحية الرجلين، لان هي لعبة مفاجآت. فجاي رود هدفه ان هو يرفع جسمه لفوق ويرجعه لورا بحيث ان هو يتحرر من الفرونت هيد لوك دي، ونيك متايا المفروض ان هو في اللحظة دي ينزل ناحية رجليه اكتر. كان عايز بس اتلحق. اوف. لا، نرجع للحتة دي تاني بقى عشان دي اهم حاجة في الحياة. الداك اندر. هنا نيك متاي معاه اندر هوك، جي رود معاه اوفر هوك، ودي المسكة دي بتخلي الداك اندر سهلة قوي. مسكة الصوابع في بعض دي بتخلي الداك اندر تبقى سهلة قوي. نيك ماتاي دلوقتي بيلف في الاتجاه ده، وجي رود طبيعي ان هو بيلف في الاتجاه المعاكس. جسمهم هما الاتنين موطي. واللحظة دي بص. احنا محتاجين طبيب جراح. بص اللي بيحصل ايه. هيستخدم الاندرهوك ده عشان يرفع دراع جي رود لفوق. الدراع التاني ده كده كده مرتبط بدراع جاي رود برضو، فهيزقه لهناك بالدراع ده، فيوجه جسمه الناحية دي بحيث ان هو يكون بيوجه جسم خصمه الناحية العكس، وبيرفع دراع خصمه وينزل تحتيه داك اندر. ده كده في النص الفوقاني من الجسم. النص التحتاني من الجسم الرجل البعيدة، يعني هو هيخش عند الباط ده، يبقى الرجل البعيدة هي اللي تنزل بالركبة تحت في الأرض، والرجل القريبة بتبقى القدم هي اللي في الأرض مش الركبة. زي ما احنا شايفين كده، الركبة تنزل في الأرض والقدم هنا في الأرض. هو عايز يعدي من هنا يطلع تحت باط خصمه زي ما احنا شايفين بالمنظر ده. في اللحظة دي ليه حصل الفتحة دي؟ لأن هو بيشد دراع جيرود من المسكتين بتوع الصابع بتوعهم دول اللي هناك، ومن الناحية التانية الأندرهوك خلاه يرفع دراع جيرود وينزل من تحتيه. أول ما ده بيتم بيقوم رايح بدراعه لافف حوالين الرقبة، والدماغ عالية والظهر عالي جدا عشان خصمه ما يقدرش ان هو يرجع كوعه لورا. لو حاول يرجع كوعه هيخبط في دماغ نيك متايا. اهو بيحاول يرجع كوعه، لكن دماغ نيك متايا في السكة وضغطه، ومن الناحية التانية الدراع ضاغط، فالموضوع مستحيل. لكن الشيء الصعب هو ان رجلين جاي رود حوالين جسم نيك متايا، فمش سايبه له الحرية ان هو يلف وياخد ظهره.
الرجل هي اخر طرف بيدافع دلوقتي. في هنا عدم اتزان، فهو لسه مش طايل ان هو يوصل للظهر، بس الدراع ده هيساعده. ثانية بقى كده. خلاص هو يعتبر كده ان هو خلاص وصل للظهر. كل اللي فاضل ان هو يحرك رجليه دي. نيك ماي يحرك رجليه ويبقى ورا ظهر ايه؟ نيكي رود. جاي رود. بس اللي هيحصل هنا ايه؟ ان جاي رود هيقوم عامل كارتويل ويمنع برجله دي خصمه ان هو يلف لظهره. كده نيك ماي لو حاول يلف للظهر مش هيعرف. مبهر مبهر. انا بلعب جوجيتسو ام ام ايه من اكتر من 12 سنه، وبما ان انا قديم قوي وتلات ارباع الناس اللي انا كنت بتمرن معاهم اصلا بطلوا، كنت دايما باخد اول في اغلب البطولات اللي انا بنزلها. بس كان في فريق واحد لما كنت بلعب معاهم كنت دايما بخسر، وكان ليهم اسلوب ولعب مختلف عن اي حد تاني. التقنيات اللي هم بيستخدموها، الضغط اللي هم بيعملوه عليك، وكل حاجه تانية كانت مميزه. لما اتمرنت معاهم عرفت ايه النقطه اللي مختلفه ما بين الفرقه دي كلها وما بينهم. طلع السر بتاعهم ان هم بيتعلموا من حاجه اسمها كورسات. في العالم كده بتاع الجوجيتسو فرقتين ثلاثه هم اللي مسيطرين على كل حاجه. المدربين الثلاثه دول ابتدوا ان هم يصوروا السكشنات بتاعتهم بالظبط زي الجامعه كده، وابتدوا يعلموا الناس السيستمز او الانظمه اللي هم بيستخدموها في اللعب، وازاي بيفكروا، وايه التقنيات اللي هم بيستخدموها عشان يكسبوا. المدربين دول اصلا كانوا سابقين العالم كله بمراحل، وبالنسبه لنا احنا فهم سابقيننا بسنين ضوئيه، احنا لسه فاكرينها بالعافيه وبالقلب وبتاع. فانا بدات ان انا اجيب الكورسات دي وبدات ان انا اتعلم منها، وبمجرد ان انا ابتديت اطبق الحاجات اللي انا اتعلمتها في الكورسات دي لعبي اختلف تماما. واللي انا قدرت اجمعه في حوالي 6 سنين 7 سنين تمرين جمعت اكتر منه في 3 شهور. فلو انت مدرب او لعيب ولسه بتستخدم الاساليب بتاعه المدرسه القديمه والفهلوه والحاجات اللي احنا اتعلمناها من زمان، فانت هتغرق. الدنيا اتغيرت. ولو عايز تتعلم العلم ده فهو مش على يوتيوب ولا على السوشيال ميديا، لكن في كورسات مسجله سعر الواحد منهم من 100 لحوالي 350 دولار، وبتبقى بالانجليزي ولاعبين الجوجيتسو فقط، مش معمول حساب الام ام اي. طب والحل؟ انا اعمل لك كورسات عشان افهمك الحاجات اللي انا اتعلمتها من الكورسات بتاعتهم، من مقابلتي ليهم شخصيا ولعبي معاهم، ومن خبرتي اللي بقالها سنين. ومش عامل حساب لعيبه الجوجيتسو فقط، لا انا عامل حساب لعيبه الام ام اي كمان. فلو مهتم ان انت تتعلم ابعت لي رساله وانا هشوف ايه المشاكل اللي انت بتمر بيها وهرشح لك كورس يغير ادائك زي ما غير حياتي كلها ولعبي. فابعت لي رساله دلوقتي. نايس. دي اندر هوك. جاي رود واخد اندر هوك دلوقتي وهيقوم رامي دماغه ووزنه كله الناحيه دي، فيرمي جسم نيك ماتايا ويكشف ظهره. اهي بيرمي جسمه كله ناحيه ويوجه بالاندر هوك النص الفوقاني بتاع نيك ماتايا لقدام، بحيث ان هو ياخد بودي لوك او ياخد الظهر. مدرسة مصارعة ان واحد قاعد بيتفرج على مدرسة. كولر تاي. باك اندر جميلة. اوه تاني. نرجع نشوف في 2 داك اندر. ادي اول واحدة. برضو نفس القصة، لو انت هتنزل تحت البوت ده يبقى ركبتك دي لازم ما تلمسش الارض، رجلك هي اللي لمس الارض. والناحية العكس دايما بص، الصابع ماسكة في بعض، الركبة دي على الارض ناحية الصابع اللي ماسكين في بعض، الركبة التانية في الهوا والرجل هي اللي في الارض، والدماغ تطلع لفوق والظهر عادل. بس هنا جاي رود هيقوم داخل من الداك اندر للسنجل ليج، ومن السنجل ليج هيمسك التايت ويست او البودي لوك، ونيك ماتاي يقوم حاطط الوزر او الاوفر هوك بتاعه ويبتدي ان هو يعمل اوتشيماتا. ده كده احنا دخلنا في الجودو، يعني ده ميكس ما بين الجودو والمصارعه دلوقتي. الاولانيه الداك اندر دي مصارعه حره، والرميه دي رميه جودو. بعد كده هيروح يعمل انكل بيك عشان يلم رجل جاي رود. جاي رود يقوم معوض رجله اللي موجوده بيتزن عليها بدراعه، فيقدر ان هو يريكفر. هنا بقى دي الداك اندر التانية بتاعت نيك ماتايا اهي.
هنا جيرود ماسك دراع نيك ماتايا، فهو نيك ماتايا اصلا مش محتاج ان هو يمسك اي صوابع، لان جيرود عامل له المهمه دي. نزل بركبته في الارض اهو، نيك ماتاي نفسه اللي لابس ازرق، نزل بركبته في الارض، والرجل التانية برضو نفس القصة، مشط الرجل في الارض والركبة في الهواء. نزل بركبته واطي قوي، والركبة دي تعتبر برضو واطية قوي لان خصمه بيضغط عليه. ممتازة. رفع دماغه لفوق، ظهره مستقيم، يروح للجسم على طول. جيرود يحاول يعمل زي المرة اللي فاتت ويمنع ان نيك ماتاي يوصل لظهره برجله، لكن المرة دي نيك ماتاي عامل ايه؟ ماسك من عند الرقبة، ماسك من عند الوسط، ويستخدم العزم بتاع الحركة بتاع جيرود بان هو يقلبه بالمنظر ده. ممتازة. ننقل بقى للعب على الأرض. اللي حصل ده حصل ازاي؟ هنا المعركة كلها ان حاليا جيرود رجليه قدام. بص حتى لما يبتدي يقعد، هو قاعد ورجله قدام، الرجل التانية ناوية انها تدوس ورا عشان تديله عزم ان هو يتحرك لقدام على خصمه، ويبتدي ان هو يقف ويصارع تاني. فنيك مطايا هنا هيقوم عامل ايه؟ هيقوم ضاغط في الاتجاه المعاكس عشان يمنع الرجل دي انها تلحق تتزن وتضغط في الاتجاه اللي ضد نيك مطايا ويقف. بس جيرود هيلحق، وهنا ايده هتقوم زقة دراع نيك مطايا فيقدر يوصل لرجليه بسهولة. اهي زقت الدراع، وبالتالي ما بقاش فاضل حاجة، مفيش حاجز، مفيش دفاع خالص يمنع ان جيرود ينزل على رجلين خصمه. اهو ويقدر يوصل لرجليه وياخد ظهره في ثانية. فول ماونت. لو تاخد بالك جيرود مدرك كويس قوي ان انت لما بتبقى في الفول ماونت لازم تاخد اندر هوك عشان خصمك ما يستخدمش دراعاته في ان هو يرفع وسطك ويطلع من الفول ماونت. لحد دلوقتي ما فيهاش حاجة. فرونت هيد لوك. نيكي راين قاعد بيتفرج اخو جوردن راين الصغير. نفس المحاولة تاني جميلة. نايس. فول ماونت او 3 كورتر ماونت. كيبنج اسكيب جميل جدا من جيرود. بص اللي بيعملها ازاي، حط
حط ايديه الاتنين عند الوسط لان خصمه كمان نايم عليه، فالوزن مش تقيل قوي على الرجلين والوسط هنا. لو خصمه عادل ودماغه عالية الوزن هيبقى تقيل، لكن هنا خصمه مش عادل، خصمه نايم عليه، فالوزن بيبقى اخف شوية. ومن هنا بيضرب بريدجات لليمين وللشمال بحيث ان هو يقدر يشيل خصمه ويدخل ركبه. ده تورياندو باس من نيك ماتايا، بعد كده عدل نفسه. يوصل للباك بس مفيش هوكات. نيك ماتاي بيحاول يمنع جيرود ان هو ياخد هوكات، اهو بيهرب من الهوكات بتاعت رجلين جيرود. دي بداية كيمورا، بس مش هيقدر جيرود، مش هيقدر ان هو اه جيرود هنا رامي وسطه لورا قوي، فما عندوش تحكم بالدراع ده كويس. الفكرة ان هو لو خاطر ورمى وسطه لقدام عشان يوصل بتحكم كويس على الدراع ده هيتقلب الناحية دي بسهولة، بالذات بسبب الدراع ده. هيقوم نيك متاي ضارب بريدج وراميه الناحية دي لان هو هيوجه وزنه الناحية دي اكتر. فهو حاليا عامل توازن ما بين الناحيتين، ماسكة الكيمورا من هنا ورامي وسطه لورا بحيث انه ما يتقلبش، وزنه يبقى تقيل الناحية دي اكتر، فما يتقلبش ناحية الهدف اللي هو عايز ياخده اللي هو الكيمورا. بس الحالات اللي زي كده انت بتحب اكتر ان انت بدل ما يبقى جي رود نايم على جنبه هنا، من وجهة نظري المتواضعة جي رود المفروض ان هو ينام على الجنب التاني، وبالتالي يقدر ان هو برجليه يعدي فوق دماغ نيك ماتايا ويبتدي ان هو يكسر. هو كده خرج. خرج خلاص. نبدأ نعدي الجارد تاني. ني سلايسر باس، بس ده فيني شيلد. راسلينج اب ممتاز. بص، هنا حاجة مهمة قوي تتعلمها من جي رود. هو في وضع وحش، هيتاخد ظهره، بس دايما لما حد ياخد عليك زاوية ويحاول يلف لظهرك لازم دراعك ده يكون في السكة دايما. الدراع هو الحاجة اللي بتحمي الخصم، بتحميك من ان خصمك ياخد ظهرك. بص هنا لو دراع جي رود ده مش موجود في حوالين وسط نيك متايا هياخد ظهره. بص هو الحاجة الوحيدة اللي منعاه. والدراع التاني هنا كان وزنه، لانه بص كده السنتي بالظبط ثانية. الدراع ده بيوزن وبياخد منه عزم، والدراع ده بيمنع ان الخصم يلف للظهر. فقدر يطلع منها، ما اتاخدش ظهره، كان هيتاخد ظهره. كان عايز ياخد تراك، البوزيشن ده اسمه تراك. اوه
نايس. مبهر. ده سكرامبل على اصوله. ممكن نشوف الحتة دي تاني معلش، انا ملحقتش اجمع. هنا هو حاول يقلب برضو جيرود برمية جودو، بس جيرود رمى وزنه للناحية العكس، وقام واخد الرجل دي وعامل رول لقدام. ليه؟ عشان يخش في حاجة اسمها تراك بوزيشن في الجوجيتسو. هو لف للجنب مش لقدام كمان. بعد كده هيرول لقدام هنا من على الارض، هيرول ويخلي دماغه الناحية دي بره كده اهو، بحيث ان هو يرفع وسط نجمة تايم من الارض. الرجل دي معدية، الموضوع معقد شوية. الرجل دي معدية طالعة من بره لجوه، من الجزء الداخلي لفخدة نيك للجزء الخارجي. الرجل التانية بتساعدها وبتضغط لفوق. نيك هيعمل ايه؟ هبص عمال يوجهه بحيث ان هو ياخد ظهره. خلاص هو لو زقه لقدام كده هياخد ظهره. نيك هيقوم عامل العكس، هيقوم فاتح ركبته لبره ويتقل وزنه الناحيه دي اكتر اهو. رمى وزنه الناحيه دي. لما رمى وزنه الناحيه دي ده كده قوم بالاتجاه المعاكس حركه القلب. لو اترمى هناك ظهره هيبان، لو نزل لهنا ظهره هيستخبى. وبعد كده قام عامل شريمب في الهوا ولف نام على جنبه اليمين، وبالتالي ابتدى يكشف في ظهر نيكي اسمه ايه، جيرود، وراح بدراعه للوسط البعيد. فيقوم التاني برضو فيقوم التاني قايم ويحاول يرفع وزن نيك متايا في الجزء الخفيف، لان دماغه قدام فوزنه مرمي لقدام، فهو المفروض ان هو يحاول يقوم بالجزء التحتاني من جسم نيك لفوق. بس نيك هيهرب ويلحقه من تحت. يعني الموضوع مرعب. يخش جي رود عشان ياخد سنجل اهو، او ماسك سنجل وممكن يقلبها البودي لوك. فعلا قلبها البودي لوك. يوم نيك متايا مدي رد فعل عشان جي رود بيضغط لقدام فسهل ان هو يتقلب رمي جودو، فبيعمل اوتشيماتا. دي الاوتشيماتا، ان هو تبقى رجلك جوه رجل خصمك، بالذات لو هو بيرمي وزنه عليك وبيزقك لقدام بيبقى سهل انك تقلبه بالاوتشيماتا. تمام، فكينا اهي اوتشيماتا، نفس الحركه بالظبط. اوتشيماتا واوفر هوك، ومن هنا جي رود هيتقلب ويقع. مبهر. بعد كده نيك ياخد السيت بيلت وياخد الظهر ببودي تراينجل جميل. رجليه البودي تراينجل احسن بكتير لما يبقى الرجل فوق، القفله بتاعت الرجل فوق مش تحت. مبهر. يعني 60 تقنيه مظبوطه في اقل من 3 ثواني. ثانية واحدة، وايه اللي حصل ورا؟ في حد وقع هنا. ثانية واحدة، الأخ ده هيحصل له حاجة. ثانية، خلينا مركزين مع ده شوية. ثانية واحدة. دماغه هناك اتضرب تقريبا، اتقص. اتقص. تمام، نرجع للماتش هنا. جي رود بقى يبتدي يهاجم رجلين. تمام، مفيش خطر. مبهر. مبهر.